المستمعين اصدقائي المشاهدين في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. لقاء الاولمبي بالمنزل، لقاء القمه الكلاسيكيه لنجم الساحلي والنادي الشخصي اللي قام هو مرتقب ومنتظر في البطوله التونسيه لكره القدم ضمن الجوله 11. كره القدم السياسيس اللي كان عاد من انتصار ثمين من بنزرت 15 اكتوبر بنزرت بهدف لهدف، والنجم في الدقيقه 90 في القمه الكلاسيكيه المنتظره مع النادي الافريقي 1-0 بهدف وبراسيه من الجزائري بغداد بونجاح. ترجع الكره برايما ديديان دونغ، برايما الجابوني لاعب لازينكو ناسيونال، يمشي الكره مامان يوسفو اللاعب الغاني للكتيبه الصفاقسيه بقياده المدرب حماد الدو. شوف مامان يوسفو رقم 8 ما يتحكمش في كورته. مامان يوسفو اللاعب الغاني نادي الصفاقسي بطل تونس الموسم الفارط وبطل كاس الاتحاد الافريقي الكونفدريشن كاب من كاتنجا من ستاد كمال سيتي من مازيمبي القوي لو تو بويسون مازيمبي ورفاق وزملاء روبرت كيديابا شقيق الكره الكونغوليه. ترجع الكره للفريق السي اس اس، يعود كره للنجم الساحلي، النجم اللي قام بتغيير خروج اللاعب رامي البدوي للاصابه ودخول حاتم البجاوي. سيف غزال يمشي رضوان الفالحي، رضوان الفالحي في دفاع وكروس دفاع النجم الساحلي. كيف هي الاحوال المدرب الفرنسي روجيلمير خاصه بعد انتصار سوسه على النادي الافريقي في الدقيقه 90 باقدام وبراسيه للجزائري بغداد بونجاح. اللي قلت بغداد بونجاح وجه له المدرب البوسني لمنتخب الجزائر الخضر الدعوه ليلعب مع المنتخب الفينيك ثعلب الصحراء الجزائريه. الجزائري موجود في مجموعه الصعبه مع روسيا بلجيكا كوريا الجنوبيه في مونديال البرازيل. تغيير رقم 29 يخرج رقم مبنزا او مايزا. شوف الان يدخل مازيا بيتش بديل لخالد يحيى. يخرج رقم 29 خالد يحيى ويدخل مازيا اللي كان أكد عليه على قوة روجيلمير، بينما كرة خطيرة والدفاع مرة أولى. ويخرج الحارس السياسيس محمد الهادي قعلول. قلت اليوم محمد الهادي قعلول يلعب بديل لرامي جريدي. الحارس الأول نادي الصفاقسي خاصة بعد الطلاق بالتراضي مع حارس الترجي والونس الفرنسي حمدي القسراوي. برايما ديديان دونغ يمشي برايما، ينطلق برايما يلعب كرة من جديد مامان يوسفو يلعب كرة مع الحناشي ماهر الحناشي. يمشي كرة مشي مامان يوزع كرة خطيرة لخنيسي، طه ياسين لخنيسي فرجاني الساسي بعيدة كرة الساسي فرجاني الساسي اللي قدم في مباراة كبيرة وفي الشوط الأول ممتاز، ونطلع في الشوط الثاني ممتاز من فرجاني الساسي. كورته تمشي أدراج الرياح، ضربة مرمى النجم الساحلي. 57 دقيقة بين النجم والسياسيس في استاد المنزه، هنا مباشرة من اولمبي المنزه في لقاء الكبارات على السياسيس والليتوال النجم والصفاقسي هنا في استاد المنزه. قلت في فيفري تقريبا يستانف النادي الصفاقسي اللعب في اجواء الطيب الميري، لانه تقريبا خرج الممكن لحضور ملعب الطيب الميري هو فيفري في السنه الجديده اللي بالمناسبه نحب نبارك لكل التوانسه والمسلمين العرب حلول العام الجديد، وان شاء الله يعيده الله علينا بالمحبه والفرحه والسعاده والبهجه. ترجع كره للسياسيس، يمشي محمود بن صالح يلعب كره الان في اتجاه اليمين، يبدل على اليمين، يمشي مامان يرجع بالكره فرجاني الساسي، يمشي وسيم كمون يرجع مره ثانيه الان نادي الصفاقسي اكثر اصرار اكثر ممكن اكثر جرينتا من بالنسبه للساحل. نشوف فيه سيطر على وسط الميدان، وفي كلمه ممكن نقول النادي الصفاقسي ركب المباراه وخذا وسيطر على وسط الميدان. شوف الكره طه ياسين الخنيسي خاصه بعد غياب ادريس كواتي اللي يقال انه مطروح في الانتدابات وفي ميركاتو الترجي مع النيجيري مايكل رامو والغاني ايمانويل كلوتي لاعب الظفره الاماراتي. شوف الكره فرجاني الساسي لمحمود بن صالح يمشي مامان مرة ثانية، تمشي الكرة مامان يوسفو، ترجع علي معلول نادي الصفاقسي الشوط الثاني نشوف فيه أكثر إصرار وماخذ وسط الميدان، معركة وسط الميدان كسبها السياسات الشوط الثاني. يطاول الكرة تمشي كرة للخنيسي، فرجاني الساسي
ممتاز فرجاني، يرجع كرة مرة ثانية يعطي الحناشي، ماهر الحناشي حل على اليمين، بدر على اليسار، امشي هلا اللاعب يا حناشي، بدر ما زالت كرة خطيرة الحناشي ولا الحارس؟ هو الحارس البلبولي يخرج قبل اللاعب طه ياسين الخنيسي، اللاعب السابق للترجي التونسي، ويسجل باستمرار مع النادي الصفاقسي، وشوف فيه ممكن القاء الاجواء المناسبة في صفاقس وفي النادي الصفاقسي. ترجع برايما ديديان دونغ، مباراة ممتازة للجابوني برايما ديديان دونغ، يذكرني برشا اللاعب هذا باللاعب موريو غومبيولا لاعب النجم، اوج فترات واوج حتى النجم، واحلى فترات النجم الساعة من حضوري خطيرة، فرصة صعبة جدا، ماهر الحناشي خطيرة، والدفاع ما زال اختار الحناشي، حناشي يسدد جانبية، حناشي يسدد جانبية، كرة صعبة ارتباك بلبلة في دفاع النجم، وماهر الحناشي هنا دفاع النجم ما قدرش يخرج كرة، ماهر الحناشي رغم انه تعثر في اكثر من مرة، فاخر الدين بن يوسف يا ولد، وحناشي يضيع الكرة، حناشي يضيع ويفوت كرة على السي اس اس، حناشي يرفض الهدية لدفاع النجم، ماهر الحناشي تقريبا في امكانية وفرصة سانحة وسامحة للتسجيل، يضيع ويرفض هدية دفاع النجم. قلت شوف الكرة إعادة مرة أخرى للفرصة، يمشي بالكرة بن صالح، بسام بولعابي، قلت القادم من مدرسة كبيرة في الكرة اسمها الملعب التونسي. على فكرة الملعب التونسي حاليا متأخر في السكور 1-0، الملعب التونسي متأخر 1-0 في أولى الأشواط، في شوط تأخر فيه الترجي 1-0 من ستايدا الملعب الجابسي، وفي شوط تعادل فيه الافريقي 0-0 برادس مع اف سي جرومبيليا رياضية. ترجع كرة نجم فرانكوم ثم علي عباس ثم درامي مكايلو، درامي خطيرة، وقعلول، برافو قعلول محمد الهادي قعلول اليوم قلت بديل للحارس الجريدي رامي، اللي يعتبر ممكن من اقوى الحراس في تونس في الاونه الاخيره وفي الفتره الاخرى في النادي الصفاقسي وفي المنتخب الوطني التونسي. مرحب فخر الدين بن يوسف، ممتاز بيتر كراوش الكره التونسيه، احسن رياضي كره قدم في 2013 في تونس، احسن رياضي بصفه عامه هو القرش المتوسطي اسامه الملولي، واحسن رياضي ممكن هو الجزيري للمالك الجزيري للتنس، رياضة عشاق الكرة الصفراء كرة التنس. ترجع الكرة مرة ثانية للسياساس وسط الميدان ميركاتو السياساس يقول عنده إمكانية كبيرة ليضم لاعب المرسى الصفصاف القنوية سفيان موسى، هذا الحكم ماهر الحرابي، براهيم ديديان دونغ، تقريبا صار الرئة الثالثة اللي تنفس بها السياساس وسط الميدان، مالان دونغ، براهيم ديديان دونغ الجابوني، لازينغو ناسيونال دولي منتخب الجابون، اللاعب براهيم ديديان دونغ 20 سنة فقط، ما زال الترجي يتأخر 1-0 في جابس، ما زال الافريقي يتعادل مع جرومبالي 0-0، ما زال الاتحاد متأخر في قفصة 1-0، والمتلوي كذلك خاسر 1-0، والاولمبي الباجي لا يزال مع البنزرتي متعادل 0-0، وما زالت قمة اليوم المنقولة على موجات راديو سبور فام، قمة السياساس واليساس، قمة ليتوال والصفاقسي. يمشي الكرة الآن براهيم ديدييه، ينطلق ديدييه، ممتاز، فرصة خطيرة جدا، فرصة خطيرة، يمشي ياسين الخنيسي، خطيرة ولا ننتظر الحكم ولا يبدو لي ضربة جزاء أو تنشوف الحكم ضربة جزاء وانذار البلبولي. حكم ماهر الحرابي في راس كان يخرج راس وضربة جزاء للنادي الصفاقسي، ضربة جزاء للنادي الصفاقسي يتحصل عليها طه ياسين الخنيسي. نترك اكيد زملائنا وخبرانا في التحكيم. شوف الكرة هنا البلبولي يمشي للكرة، هنا الخنيسي يندفع للكرة، ماشي للكرة في راي البلبولي يلمس اللاعب او لا. ننتظر خبرانا في التحكيم. ماهر الحرابي دون تردد يقول بيلانتي وضربة جزاء للسي اس اس. 63 دقيقة 64 بالثواني 0-0 هنا في استاد المنزه، 0 للسي اس اس و0 للنجم. ضربة جزاء للنادي الصفاقسي، يحط الكرة النادي الصفاقسي، يتقدم علي معلول، يتقدم الهدف الأول للنادي الصفاقسي، 1-0 هدف أول لعاصمة الجنوب، أبناء عاصمة الجنوب. ضربة جزاء متاع كبار، متاع معلمية، حتى في الزاوية الصعبة
على الحارس البلبولي. هنا فرحة لاعب السي اس اس وجمهور السي اس اس، جمهور صفاقس، جمهور القادم من العاصمة الجنوب النادي الصفاقسي. هنا يجن في استاد المنزه 1-0 وبكورة جميلة، بكورة زوينة، بهدف والأحلى، بضربة جزاء في وقتها وفي مكانها وفي الوقت المناسب. طه ياسين الخنيسي يتحصل على بلانتي. علي معلول باترون نادي الصفاقسي يتقدم واحدة يحط الكرة في زاوية مستحيلة للحارس البلبولي. 1-0 للنادي الصفاقسي. يتغير السكور وتتغير النتيجة هنا في استاد اولمبي المنزه، هنا في استاد اولمبي المنزه. دقيقة 65 تتغير النتيجة للسي اس اس. 1-0 للنادي الصفاقسي. كما قلت النادي الصفاقسي بدا بقوة في الشوط الثاني وبين انه الفريق القادر امانة قادر على التسجيل، وهو ما كان في تسجيل المعلول لضربة الجزاء اللي تحصل عليها طه ياسين الخنيسي مهاجم السي اس اس، اللي انفراد تام مع الحارس البلبولي. بلبولي يتدخل مع طه ياسين الخنيسي وماهر الحرابي دون تردد يعلن عن ضربة جزاء وبلانتي، نفذها ودونها وسجلها وعنونها علي معلول الى هدف اول للسي اس اس. ابراهيم ديدي ندونك يمشي ندونك يرجع بالكرة للحارس محمد الهادي قعلول. يمشي قعلول يطول كرة جمهور السي اس اس مياموري مثل ما يغني جمهور الاتوال، ما تشدونيش على الحمراء ما تشدونيش. لكن السي اس اس حاليا متقدم، حاليا هو فايز ورابح 1 هنا في استاد المنزه في اولمبي المنزه. جمهور السي اس اس اللي جاب باعداد محترمه من عاصمه الجنوب صفاقس.